أعزائنا المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم معنا وحلقة جديدة من برنامجكم كنوز مسرحية. الليلة هنسهر مع إحدى روائع المسرح العالمي ورائعة فريدريش دورنميت الكاتب السويسري الشهير، زيارة السيدة العجوز. نقدم لكم اليوم مسرحية الزيارة المأخوذة عن هذه المسرحية العالمية، ويسعدنا أن نستضيف لتحليل هذه المسرحية وإلقاء مزيد من الضوء عليها دكتور السيد محمد علي، الرئيس الأسبق للبيت الفني للمسرح. أهلا بحضرتك دكتور سيد. أهلا وسهلا. طبعا يعني دورنميت اسم كبير في عالم المسرح، وهو اشتهر بأسلوب معين ربما بيتكلم عن المهزلة المأساوية، يعني له اتجاه كده معين، بتسود أجواء معينة في كتاباته. خدنا مع حضرتك لعالمه الأدبي، وخاصة أنك قمت بإعداد أحد النصوص عن دورنميت. هو دورنميت طبعا كان متأثر طبعا ببريخت، وهو المسرح الملحمي، انه يعني ده كان من ضمن سماته في المسرح، وده هنتكلم عليه جوه المسرحيه يعني. هو دورنميت مهم جدا عنده السخريه. هو كاتب ساخر جدا جدا جدا، وهو على فكره هو بالاضافه اللي هو كان كاتب مسرحي، هو كان بيكتب روايات وكان رسام. بقول لك يعني رسوماتي ديت عباره عن ساحات بعرض فيها فشلي في الفن، يعني بيفشل في حاجه فنيه يرسمها في لوحه من اللوحات. وهو كان مهتم جدا، يقول لك الفن ده هو تعبير عن الحريه، والكوميديا ديت هي تناسبنا تماما، لان الكوميديا ديت هي اللي بتعرض اخفاقات العالم وتديله شكله. بقول مثلا ان الكوميديا ديت هي اللي بتقدر تكسر الحاجز اللي هي ما بين المسرح والمتفرج، وتخلي نقدر نستدرج المتفرج ان يسمع حاجات هو مش عاوز يسمعها. والكوميديا ديت زي المصيدة الفئران، بتخلي شهية متفرج تجري كده وتروح داخله جواها، فنسمعه حاجات برضه مش عاوز يسمعها. يعني هي قالب مناسب جدا ان احنا نحمله ما نشاء من معاني بقى ضخمه او كئيبه او غيرها من المعاني، تماما. لكن بتدخل جوه قالب الكوميديا، فبيسهل على المتلقي ان هو يتلقاها. وحته بقى ان هو العلاقه بمسرح البريخت، ان هو يعني ممكن يخاطب الجمهور، ممكن يكسر الحاجز الرابع، ممكن يستخدم موتيفات في الديكور بسيطه، ممكن حاجات كده زي كده، بحيث ان هو يعني ايه بيخاطب عقليه المتفرج. طيب نروح للعمل ده اللي احنا بصدده النهارده، وهو الزياره، مأخوذ عن زياره السيده العجوز، وقام باخراجه الفنان محمد صبحي. بتصنف العمل على انه ايه؟ هل هو اتجاه واقعي رمزي؟ هل هو له تصنيف معين بينتمي لنوعيه معينه من المسرح؟ وليه قام الاستاذ محمد صبحي باختزاله في ساعه ونص فقط في رايك؟ هي كان احتفاليه معموله في دار الاوبرا، وكان سنه 93 فبراير 93، وكان بالاشتراك مع الجمعيه السويسريه. كان بيحتفلوا بدورنميت يعني. في الفتره ديت اتعامل مع العمل المشترك ده، ومحمد صبحي طبعا قدم دورنميت والزياره، يعني بحيث جزء من العمل كان قدم فيه يعني يحكي فيه عن سيره دورنميت وافكاره، وجزء الاخر تقدم هذه المسرحيه. طبعا محمد صبحي يعني هو طبعا هو بقول لك يعني هو بكلامه على المسرحيه ان هو قدم الواقعيه الرمزيه المختزله. يعني الواقعيه غير الرمزيه، يعني انا مقدم شيء واقعي عكس الواقعي الرمزي. خد بالك، هو قدم في المسرحيه واقعي ورمزي. ليه بقى؟ لان مسرح دورنميت بيتميز بالرمزيه، يعني فهو قدم محمد صبحي عاوز يقدم شيء واقعي. في جزء من المسرحيه كان مقدم فيه مشاهد واقعيه تماما، وجزء كان مقدم فيه رمزيه، وده على اساس الديكور وعلى اساس الايه التمثيل والاداء وبقيه عناصر العمل المسرحي. يعني في مشاهد مثلا في الديكور، ديكور القطر ده كان هو شيء في المسرحيه مهم جدا. القطار اللي وصل فيه السيده كلارا، فجايب قطر على المسرح، ودي كانت من اهم مشاهد المسرحيه، ان في قطر يدخل كامل على المسرح وتعدي العربيات قدامنا على المسرح وتنزل من السيده كلارا. بعد كده المشاهد الاخرى اللي هي كانت، ومشهد القصر بيت الحاكم ده كان مشهد واقعي. بعد كده في مشاهد كان فيها موتيفات رمزيه، زي مثلا الشجره البسيطه اللي معموله في الغابه اللي بتقابل عليها كلارا والفريد حبيبها القديم. يعني ده برضو كان هو محمد صبحي بيقول ان انا كنت ممكن اجيب اتنين واقفين رافعين ايديهم كده واكتب هذه شجره، او مثلا مشهد البقال واكتب هنا بقال يافطه كده، لكن لا، قدم موتيفه تعبر عن البقال، موتيفات بقى تقدم موتيفات. ولما قدم برضو مكان مخدع المراه ديت،
قدم حاجه مشهد زي ما يكون كهف مع عصر الكهوف، ده شيء رمزي برضه. يعني هنا في مزج بين الواقعيه وبين الرمزيه في هذه المسرحيه، ما نقدرش نقول انها واخده اتجاه واقعي طول الوقت ولا رمزي طول الوقت، لكنها بها بعض ملامح الواقعيه وملامح الرمزيه. طيب هي مترجمه ومعده، دكتور يسري خميس ترجمها واعدها للمسرح، لكنها ما لمحناش فيها انها ممصره، لان هو احتفظ فيها باسماء الاشخاص الاصليين ونفس الاماكن والطابع الغربي، هي باستثناء انها باللغه العربيه الفصحى بس البديعه يعني. فيعني ليه تم ترجمتها كده ما تدخلش فيها باي نوع من انواع التمصير في راي حضرتك؟ هو يعني هيمصرها واسماء ما ينفعش، لان دي احتفاليه عاملاها الجمعيه السويسريه تحتفل بالكاتب الكبير بتاعهم فريدريش دولمات. بس هو عمل ايه؟ تعرض لبعض يعني في المشهد الاولاني الناس بتتكلم على مشاكلهم، مشاكل البلد اللي الميه قلت وانه في كساد ومفيش صناعه ومفيش شغل وبدا يحط اسقاطات لمشاكل مصر جوه المسرحيه كأن البلد دي هي مصر. فهو ده العمل ده، يعني بحيث ان تحس كل شويه بيقول لك ده احنا مصر احنا مصر، ده اللي عمله. لكن ما كانش يقدر يمصرها ويغير الاسماء والاماكن كده، ما كانش يقدر لان ظروف انتاج العمل تحتم عليه ذلك. طيب يعني حضرتك أشرت إلى بعض المشاهد يعني وأنت بتتكلم عن الواقعية والرمزية، لكن هي شديدة الارتباط أيضا بالإبداع في الديكور. يعني إحنا لأول مرة تقريبا بنلمح قطار على خشبة المسرح، طيارة بتهبط على خشبة المسرح، فده إبداع في مجال الديكور بيذكر لحسين العزبي. نتكلم عن الديكور في المسرحية ورأي حضرتك فيه إيه؟ حسين العزبي طبعا فنان قديم وليه خبرة كبيرة في المسرح، وهو اشتغل تقريبا كل اعمال الفنان محمد صبحي، هو كان بيعملوا ديكوره. والقطار اللي شفناه في المسرحيه ما هواش عباره عن قطار رمزي موتيفه كده بسيطه جدا، لا انت تحس انه قطار حقيقي. العربيات اللي بتعدي قدامك مده مرورها مرور قطر، يعني عربيتين ثلاثه بتوع قطر معديين يعني. الطياره الهليكوبتر اللي نزل من فوق طياره حقيقيه لدرجه ان تركب فيها البطله وتصعد الطائره بيها، يعني طياره فعلا حقيقيه وفيها مروحه وهليكوبتر وبتشيل وتطلع، طياره حقيقيه. وجانب ده برضو الديكور الرمزي كان معبر جدا جدا. حسين العزبي بيعمل ده كويس وعنده قدم ده بوعي. الحكايه مش حكايه ان انا اعمل ديكور كده زي ما المخرج قال لي، لا العزبي حاجه تانية خالص. هو دماغه ومحمد صبحي دماغهم واحده في المنطقه دي. الرائعة سناء جميل هي رائعة في كل أحوالها وفي كل إبداعاتها، كانت ابتعدت عن المسرح لفترة، ولما عادت اختارت الزيارة علشان تظهر بها مرة أخرى على خشبة المسرح في عودة مبهرة بكل المقاييس. رأيك في أداء سناء جميل في هذه المسرحية ولماذا عادت باختيار الزيارة؟ بص هي ما اختارتش الزيارة. سناء جميل كان عندها مشكلة، قالت لن أعود للمسرح إلا بنص مصري أصلي، فما جاش النص المصري ده، فتعرض عليها مسرحيه الزياره لمحمد صبحي. يعني كانت لسه عمرها ما اتعاملت مع محمد صبحي، وبعدين قالوا لها محمد صبحي هي بتقول لي انا الشاب اللي اسمه محمد صبحي ده يعني انا ما اتعاملتش معاه قبل كده. فلما اتعاملت معاه اكتشفت فيه انه انسان موهوب جدا جدا جدا، ولقت النص مهم جدا جدا، وقالت ده ينفع ان اعود، مش لازم اعود بنص مصري، لا ممكن اعود بالنص ده. وبالتالي المسرحيه هي اديتها الدور باقتدار شديد. وفي نفس الوقت هي بتقول كمان لما بتتكلم عن المسرحيه دي بتقول ان انا اقرب صديق ليا هو جميل راتب، وكنت المفروض اكرهه طول المسرحيه فما كنتش قادر اكرهه، بس انا في عندي حاجه ربنا مديها لي، مجرد لما ادخل خلف المسرح بانسى شخصيه سناء جميل واعيش شخصيه كلارا البطله، فاقدر اكره واقدر اتصرف من منطلق هذا الكره. فالمسرحيه بالنسبه لها كانت ظروف مواتيه ومناسبه انها تعود الى المسرح ثاني بقوه، وتقول انا ندمت كتير جدا ان انا سبت المسرح فتره، لان في نجوم انا مثلت معاهم دلوقتي ندمت ان انا ما مثلتش معاهم قبل كده، وازاي انا سبت المسرح الفتره الطويله اللي فاتت. طبعا كان رجوع رائع لأن المسرحية كانت رائعة، ودور كلارا محمل بمعاني كتيرة جدا. كلارا هي البطلة اللي غدر بيها حبيبها بعد يعني في علاقة ما أثمرت عن ابنه، ورفض الاعتراف بيها، فسافرت من القرية وهي مقهورة، وعادت وقد كونت ثروة فظيعة، وعادت للانتقام من حبيبها ويعني التخلص منه، وأغرت كل أهل القرية. هل
سناء جميل أو كلارا بتمثل هنا سلطة رأس المال، لأنه طول الوقت دورين مات ضد النظام الرأسمالي، أو بيشوف أن النظام الرأسمالي ده نظام متوحش بيقضي على الأخضر واليابس في طريقه في سبيل أن هو يسود. فرأي حضرتك في دور كلارا وما يمثله من دلالات؟ جملة مهمة جدا، إن رأس المال هو الذي يعطي للإنسانية معناها. معنى الإنسانية رأس المال هو اللي بيحدد المعنى ده. يعني الدفاع عن الحريات والإنسانية، شوفي أمريكا هي بتقول عليه إزاي، وطبقوا فين وما طبقوش فين. رأس المال هو يفرض على الإنسانية معناها. ده اللي عاوز أقوله دور المال. رأس المال غير القضاء وغير القانون وغير ضمائر الناس، واللي هو اللي احنا لا نراه من الناحية الإنسانية هو يشوفه إنسانية. فرأس المال هو الذي يفرض على الإنسانية معناها. ده اللي عاوز أقوله المسرحية. وده معنى وصل جدا. وكمان في حاجة مهمة قوي، انه يعني كلارا هنا كانت قد تعرضت لحادثة وغيرت أطرافها بأطراف صناعية، وكأنها هي نفسها يعني نتاج للعالم الرأسمالي، وهي نفسها شيء مصطنع، شيء فقد يعني قدر من بشريته وإنسانيته يعني. فده دلالة متهيألي مهمة يا فندم. لدرجة لما مسك ايديها وعمال يقبل ايديها حبيبها القديم، قالت على فكرة انا مش حاسة بأي حاجة لأن الطرف ده صناعي. لأن حد فقدت الإحساس بالمشاعر الحب، لأن تحولت إلى شيء مادي لا يعرف معنى الحب. هنا في شيء غريب مع كلارا حصل، يعني أنا مش شايفة المبرر الحقيقي ليه إيه. هي بتريد التخلص من حبيبها، لكنها قالت له إن هي لم تستطع أنها تحقق حبها معاه، ولم تستطع أن تكرهه أيضا. يعني هي بين يعني هي لم تكرهه كره صريح أو حب صريح، وحتى بعد ما بيموت بتصطحب جثته معها من حيث أتت. وده معنى غريب، يعني تبريره في رأي حضرتك إيه؟ لا هو طبعا هي فكرة الانتقام، ان هي تجيب الجثة وتاخده معاها، ده جزء من الانتقام طبعا من الشخصية ديت. ولكن في مشهد جميل في المسرحية نوت، لما هو يعني بيقابلها وخلاص هو يعني هيقتل او هيحصل له حاجة كده، فبتقول له اطمن خالص، انا هدفنك في قبر في حديقة جميلة وبتطل على النهر وحاجات، يعني بتقول له يعني انا مش هتخلى عنك، ده انا هعمل لك مسوى اخير جميل جدا وحاجه زي كده يعني. ده من شيء من سخريه المؤلف، وشيء من الساركازم الموجود في المسرحيه والتناقض في الشخصيه، وان هي يعني يا سيدي انا هضرك، بس لا ده انا هضرك، بس هكتب عنك كلام جميل جدا بعد ما اضرك، يعني بعد ما اقتلك هعمل عنك اعلان حلو وارحب بيك. ده شغل من شغل الرأسمالية وشغل الإمبريالية وشغل حاجات الاستعمار. مادية برضو. طبعا حاجات مادية طبعا. طيب محمود أبو زيد هنا قام بدور العمدة اللي بيمثل النظام أو السلطة، لكنه أداه بشكل خفيف الظل جدا ومخفف من الأجواء المكثفة لهذه المسرحية. رأي حضرتك في أدائه؟ كان لازم دور يبقى موجود زي كده، وللعمدة في أي منطقة بيبقى عليه تركيز الضوء شديد جدا في بؤر الضوء، وهو طبعا المفروض هو يعني بيحمل داخله العقل الجامعي بتاع الناس، فطبعا لازم يبقى له رأي، بس هو قدمه لنا بشكل يثير الكوميديا يثير الضحك عشان يقدر يخفف من الأجواء بتاعت المسرحية. كمان هو في جزء من الأجزاء متعاطف مع البطل، بس متعاطف معاه بشكل برضه في سخرية. ما تريحنا احنا حللنا المشكلة دي وانتحر موت نفسك انت بقى يا عم. يعني مش مثلا يعني خايف عليه، لا مش هو خايف عاوز عليه، لا عاوز يعني بدل ما تخلينا احنا كنا فينا مين هيموتك، ما تموت انت نفسك يعني. برضه بشيء فيه كوميديا طبعا، كوميديا دور المات خطيره. طبعا هو كل اهل القريه تورطوا مع السيده العجوز وكانوا يعني بيحاولوا لازم يتخلصوا من هذا الرجل، لانهم مرتبطين ارتباطات ماديه، وان طبعا يعني اموالها هتصب في مصالحهم المتشعبه يعني اقتصاديا. لكن في النهايه هل جميل راتب او ألفريد هنا مات رعبا، مات قهرا، ام انه قتل فعلا من قبل اهل القريه؟ هو مات بالسكتة القلبية من الخوف. يعني بهذه البشاعة، انه بشاعة اهل القرية وتكالبهم عليه جعلته ان هو لهذه الدرجة ان يموت خوفا، حتى هم ما تدخلوش لقتله في النهاية. وده فعلا وكأن الإنسان في هذا العالم فعلا مرعوب من النظام الرأسمالي، أو النظام الرأسمالي بيقهر الإنسان وبيؤدي بيه إلى النهاية يعني محزنة كتلك النهاية. طبعا مات من القهر. طيب نروح للشخص الوحيد اللي ربما هو وقف في وجه السيدة العجوز، هو شعبان حسين، هو ناظر المدرسة.
لكن طبعا هم قدروا عليه في النهاية. اختيار شخصية ناظر المدرسة ان هو يكون صوت العقل الوحيد، هل ده يعني في إشارة برضو إلى ان احنا ممكن نواجه رأس المال بالعلم بالتعليم بالوعي؟ هو بيقول حتى المليار اللي هتدفعوا لنا ده مش ممكن هيبقى عوض عن عاداتنا وتقاليدنا وافكارنا والمثل العليا اللي علمناها ابنائنا. ازاي نشتري كل ده بمليارات؟ المثل ديت وتاريخنا عمره ما ينباع او يدفع في ثمن، لان هو ده حضارتنا. فطبعا ضد طبعا اللي بيحصل ده على النهايه. ده لازم يكون في نقطه مضيئه في المسرحيه، لازم يكون في خط ضد اللي بيحصل ده كله. فكان هو شعبان حسين الشخصيه دي. الزيارة كما قدمها محمد صبحي إلى أي مدى اقتربت من زيارة السيدة العجوز لدور مات النص الأصلي؟ هل هو عملها بتصرف؟ هل هو يعني قدم وجهة نظر مغايرة، ولا هو اقترب إلى حد كبير مما كان يبغيه دور مات في زيارة السيدة العجوز؟ لخص فكرة دور مات، لخصها بحيث ان هو ما بعدش عن جو دور مات، ولخصها وشال تفصيلات كتير جدا يعني كانت موجودة في النص الأصلي. النص الأصلي 3 ساعات يعني. فأنا شايف إنه نجح في تقديم المسرحية. طبعا اللغة المستخدمة كانت اللغة العربية الفصحى، وكان كلهم يعني على حد عالي جدا من الإتقان، وده شيء احنا بنفتقده الحقيقة حاليا يعني يا دكتور. وما تشعريش خلاص بأي ملل لما تسمعي اللغة العربية الفصحى في المسرحية. واللي فيه كوميدي وحتى في حاجة جميلة جدا في المسرحية ديت، جميل راتب كان بيغني ويرقص في المسرحية في الافتتاحية يعني. رأي حضرتك في أداء جميل راتب؟ هو ربما لم يعطى مساحة واسعة في الدور، كان دوره يعني غير دور سنة جميل طبعا هي الدور الرئيسي، ولكن رأي حضرتك في أداء جميل راتب، تعبيره عن القهر اللي حس بيه في النهاية، أدى الدور إزاي؟ لا، ما هو يعني هو لما تجيب ممثل كبير هو يقدر يشيل الدور. يعني في دور يشيل الممثل وفي ممثل يشيل الدور. هو شال الدور بحيث ان مشاعره واحساسه انه هيموت، وكل البلد كلها عاوز تقتله، وخايف من كل الناس، وحته القهر اللي جواه لدرجه ما يموت من القهر النفسي ده عايز ممثل يشيل الدور، لانه دوره ما فيهوش كلام كتير يتقال. لما يكون في دور فيه كلام كتير ومرجعات الممثل يقولها، يبقى كده الدور شايل الممثل. وفي دور بيعتمد على المشاعر فقط، هو ده اللي عمله جميل راتب. دوره كان احساس داخلي وقدر يعملها يعني وينجح فيها. جميل راتب يعني ممثل كبير، وفعلا كان كبير في الدور ده. هل سناء جميل كانت بتمثل سلطة رأس المال فقط، ولا كمان بتمثل قيمة الانتقام اللي هي ممكن وأنت تنتقم فأنت تنتقم من نفسك أيضا وتعيش حياة تعيسة؟ يعني هي لم تسامح ولا نفسها ولا الآخرين حواليها، فده برضو ما أعتقدش أنها حاظت بأي قدر من السعادة برغم من زيجاتها المتعددة برضو بناس من رجال صناعة وتجارة في دلالة على الرأسمالية يعني، لكنها ما كانتش سعيدة لأنها برضو قيمة الانتقام دي أعتقد كانت بتحملها بداخلها. انا ما اعتقدش الدورماتي يقصد كده. الدورماتي يقصد راس المال فقط اللي بيدمر العالم يعني. يعني مش هيتكلم عن كلارا من الناحيه الانسانيه، هو قال مبررات. بس كون واحد ساب واحده يعني غلط معاها وساب واحده ومشي وهاجرها، مش معناه يحكم عليه بالموت، ممكن بالسجن. هو جاب شهاده زور، يحكم عليه بالسجن مش بالقتل يعني. ما مش كل جرائم بالقتل. انا لما اسرق ما تقتلش. لا يعني هو كان يقصد يدين الرأسمالية في العمل ده. طيب احنا متهيألي عملنا تقدمة جيدة للسادة المشاهدين عشان يقدروا يتابعوا هذا العمل اللي ممكن يبدو ان هو عمل صعب لكنه عمل ممتع بكافة المقاييس. فيعني ان شاء الله يستمتعوا بهذه المسرحية، مسرحية الزيارة عن رائعة الكاتب السويسري فريدريش دورين. الترجمة والإعداد الدكتور يسري خميس، البطولة سناء جميل راتب، محمود أبو زيد، شعبان حسين وكوكبة من النجوم، موسيقى محمد علي سليمان، غناء أنغام وفادي اسكندر، الديكور لحسين العزبي والإخراج لمحمد صبحي. مشاهدة ممتعة إن شاء الله، ونذكر حضراتكم أننا بكون معكم من أجل مزيد من المتابعة مع الدكتور السيد محمد علي الرئيس الأسبق للبيت الفني المسرح، فابقوا معنا.